الله أكبر. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تهنئة للمسلمين في فنلندا وللمسلمين في العالم جميعا، نهنئهم جميعا بهذا العيد المبارك. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، من العايدين الفائزين. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في صحة وأمن وأمان وإيمان واستقامة وصلاح وتطور وتقدم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في العيد. كانت الكلمة في الخطبة عبارة عن هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الكبير، اليوم المجيد، عيد الأضحى السعيد، وكيف أن له مزية وأنه أفضل أيام الدنيا. أيضا ركزنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عرفة، وأنه أنزل عليها اليوم أكملت لكم دينكم، فنعتز بهذا الإسلام وبهذا الدين العظيم الذي لا يرتضاه الله عز وجل دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أيضا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة هو الرحمة المهداة الذي للبشرية جمعاء، بل للعالم بجنهم وإنسهم وحجرهم وشجرهم. كان شفيقا رحيما لما وقف في حجته، كان يأتيه الحجيج فيقول قدمت أو أخرت، فيقول افعل ولا حرج. كان إمام التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا ديننا وهذا نبينا، فلنفتخر ولنعتز به. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والعزة من الدين أيضا. ربنا عز وجل يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن فلنعتز بهذا الدين العظيم وبنبي الرحمة، نبي السلام، نبي القدوة، فلنقتدى به ولنأتس به. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خير. كل الإخوة الذين قاموا على الترتيبات ونجتمع في هذا المكان في هذه البلاد، نذكر الله ونشكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع الحضور ومن جميع المسلمين، وأن يفرج عن الأمة الإسلامية كل ما هي فيه، وخاصة أهلنا في فلسطين وغزة. وتقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة، نبي الرحمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين.